يقول: ما حكم حلق الحلاق للشخص حلاقة لا تليق بشخص مسلم؟ هل يأثم الحلاق؟ وهل المال يعتبر حلالا أو حراما؟ الشعر خاضع لأحكام الشرع، والنظر في أحكام الله في الشرع يبين لك على أن الدين ليس بالعقل، فشعر يحلق وشعر يقص وشعر ينتف وشعر لا يجوز قصه ولا حلقه ولا نتفه، وشعر يجوز قصه وحلقه بضوابط شرعية، وشعر مسكوت عنه. أما الشعر الذي يحلق فشعر العانة، وأما الشعر الذي يقص فشعر الشارب، وأما الشعر الذي ينتف فشعر الإبط، وأما الشعر الذي لا يجوز قصه ولا حلقه ولا نتفه فاللحية والحاجبان، وأما الذي يجوز قصه وحلقه بضوابط شرعية فالرأس، وأما المسكوت عنه فبقية شعر البدن الذي في الصدر والظهر والفخذين والساقين والذراعين، فإن شئت أن تبقيه أبقيته، وإن شئت أن تزيله أزلته. وقد كان الإمام أحمد يدهن بمادة وأظنها النورة، فيجعل من يستعملها له في صدره وظهره، فإذا وصلوا عند السرة تولى ذلك بنفسه إلى الركبتين، ثم يدعهم يكملون ما بقي ممن حوله من أولاده أو بعض أهله، فهذا مسكوت عنه. بالنسبة لشعر الرأس لا بد أن يكون مستويا من أوله إلى آخره حلاقة أو قصا، فلا يجعل بعضه محلوقا وبعضه غير محلوق، ولا بعضه مقصوصا وبعضه غير مقصوص، لا بد أن يكون سواء. وحلاقة القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقص بعض الرأس وقص بعضه يعتبر تشبها بالكفار، فهي قصات وردت من قبل أعداء الإسلام، إما أنهم مغنون أو لاعبوا كرة أو أناس في غاية الميوعة والانحطاط الأخلاقي، ومنهم من نقل نفسه من رجل إلى امرأة وفعل بنفسه الأفاعيل، والإعجاب به من قبل أبناء المسلمين، وترى أنهم قد لعبوا بشعورهم بأساليب سيئة جدا، فربما كان رأسه عدة مراتب، مرتبة على رقم 1، ثم الطبقة الثانية على رقم 2 أو 3، ثم طبقة أكبر، وهكذا، وبأساليب سيئة جدا. فهذه الحلاقة لا تجوز، والحلاق متعاون معهم على ذلك، فهو مشارك في الإثم. وبعض الحلاقين سيء، تقول له: أنا أريد أن تحلق رأسي بالماكينة الكهربائية، فأنت تنتهي من الحلاقة وترى أن الجزء المقدم من رأسك أكبر ولا تدري كيف فعل. والذي حصل أنه عندما وصل إلى مقدم الرأس غير رأس الماكينة، مثلا من 3 إلى 5 أو 6، فأنت تشعر أن مقدم رأسك كبير مع أنك حلقت بالماكينة وما تنبهت أنه غير الرأس. فضول، ما دخله؟ الشخص يريد رأسه كله مستويا. وأما حلاقة المقص فأنا أستبعد جدا أن شخصا يقص الرأس بالمقص ويجعله مستويا، ما عندهم طريقة في هذا. دائما تنظر إلى الشخص تقول هذا حلق بالمقص، وتعرف أن جانب من رأسه أكبر من بعض. لهذا النصيحة للأبناء وخاصة طلبة العلم الذين حملهم الله
العلم وعرفهم الحق من الباطل، وغيرهم لاحق بهم حتى ولو لم يكن طالب علم. ننصحهم جميعا أن لا يتشبهوا بأعداء الإسلام. حلقة ميكل، حلقة تيسون، أين حلقة محمد بن عبد الله؟ نعم، اتبع الحلاقة الشرعية، يكفيك التسمية أنها سميت بأسماء أناس كفرة، فتشبه بالصالحين، ولتكن الرموز العلمية مقدمة عندك، أنك تحلق الحلاقة المأذون بها شرعا وتقول رأيت الشيخ فلانا وطالب العلم فلانا حلق بهذه الطريقة، ما تكون تيس، زاد له تنوين تيس، نعم، ولا أنك